بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد سهل وبسيط مع مولودي. النهاردة إن شاء الله يا حبايبي هنعمل حلاوة المولد أو حلاوة الموسم. كل سنة وانتم طيبين. كام يوم كده إن شاء الله ويجي علينا موسم مولد النبي بالخير واليمن والبركات على الجميع يا رب، ونكسر فيه الصلاة على النبي كده إن شاء الله. واحنا نكسرها من غير ما يكون المولد بتاعه، لا، الصلاة على النبي بركة ورزق كده إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل 3 وصفات من حلاوة المولد: السمسمية والحمصية والسودانية. معايا نص كيلو من كل نوع. معايا نص كيلو من كل نوع. عايزه تعملي تنصصي الكميه نصصيها انت براحتك. تعملي ربع ده براحتك وعلى حسب امكانياتك. عايزه تزوديها خلي كيلو، كيلو الا ربع، برضو براحتك وبضعف الكميات والمقادير اللي هنحطها. بس في حاجه حصلت مع السوداني كده ان شاء الله هتضحكوا عليها باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا نص كيلو سمسم. اول حاجه هعمل السمسميه. معايا نص كيلو سمسم. نص كيلو سمسم دوت انا لو لونه ابيض قوي حمصيه لحد ما يبقى لونه اصفر كده. طيب نص كيلو سمسم معاه ربع كوبايه، معاه كوبايه سكر. كوبايه السكر دي يعني ربع كيلو، يعني 250 جرام. ومعاه تلت كوبايه، اكتر من التلت شويه، يعني نص ناقص حاجه بسيطه. ميه. ومعايا فانيليا او ماء زهر او ماء ورد على حسب الريحه اللي انت هتحطيها. انا حطينا السكر على الميه. عايزه تضيفي حبيبتي عسل كلوكوز، معلقه عسل كلوكوز، ضيفي معلقه عسل كلوكوز بدلها عسل نحل. انا لا ضفت عسل كلوكوز ولا عسل نحل. هنجهز بقى الحاجات. لازم تجهزي الحاجات دي الاول قبل ما تبداي العمايل. جهزي الحاجات اللي هجهزها دي الاول. ومعانا طبعا لو ليمونه كبيره خدي نص ليمونه، لو ليمونه صغيره زي اللي معايا دي خدي ليمونه. ومعايا معلقه زيت لكل وصفه. هندهن الصينيه دي اللي هنستخدمها في كل الوصفات، عشان ديت اللي بتاخد النص كيلو الحاجه اللي احنا هنعملها، سواء سوداني او حمص او سمسم. بدهنها زيت كده وهي في الارضيه والاجناب. والفريره دي او النشابه دي بدهنها برضو زيت. والحاجه اللي هتقطعي بيها سواء سكينه او قطاعه او حاجه زي اللي معايا ديت مقصوصه زي اللي معايا دي بدهنها زيت علشان خاطر متلزقش معايا. تكوني مجهزه حاجتك كلها. ومعاكي كيس برضو تلاجة تكوني فاتحاه كده ودهناه برضو زيت. والحاجات طبعا السمسم دوت لو لونه ابيض زي ما قلت حمصيه كده على البوتاجاز، بحيث يا حبيبتي انه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، انه يصفر معاكي. يصفر، يبقى لونه اصفر، متغمقهوش. خلي لونه يغير شويه عشان يبقى زي السمسميه اللي احنا بنشتريها. السكر بقى خدته بعد ما حطيت عليه الميه اللي هو ربع كيلو سكر، اللي هي كوبايه سكر. في كوبايات تانية بتبقى اقل من الكوبايه اللي معايا دي، بتبقى 200 جرام، اللي هي كوبايه المسح دي. آه، فبتضيفي عليها معلقتين كمان. ونص كوبايه ميه، هنقول نص كوبايه ميه ناقصه معلقتين شويه. هنا بعد السكر ما دب بدوب السكر ومع الميه على نار هاديه. ندوبه على نار هاديه الاول، ما تعليش النار علشان السكر يدوب معاكي ويسيح معاكي. بعد السكر ما بيدوب كده وبيسيح وبيبدا يغلي بعصر الليمون. بحط نص ليمونه لو كبيره، او ليمونه صغيره، او ليمونه لو صغيره. هنا بختبر العرق معايا، اللي هو العرق بتاع العسل لسه مشعر لسه طري. لو هو طري وبيشد كده دوت ينفع بقى ايه بتاع جوز الهند، اللي هي اسمها ايه، ناسيه اسمها، بيقولوا لي اسمها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا حبه ميه باردين كده او حبه ميه ساقعه، بنقط فيها نقطتين كده من العسل اللي معايا دوت. لو عمل لي كوره ناشفه خلاص، واسيبها شويه كده بره، يعني بعد ما بطلعها من الميه هسيبها بره شويه. الاقيها نشفت وبتقطم معايا، ابططها كده بايدي واسيبها على رخامه ولا حاجه. لو لاقيها اتكسرت معايا خلاص يبقى هو كده كويس. بس اثناء التجربه تشيلي الطاسه او تطفي النار او توطي النار اقل حاجه عندك، علشان ما يتحرقش العسل منك. هو طبعا هياخد لون كراميل، اللي هو الذهبي، اللي مدي على بيج، البيج الغامق ده او البني الفاتح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هي ما بتغيبش، بتقعد حوالي 5 دقايق او 10 دقايق. كل شويه كده بعمل اختبار. بلاقيها لسه طريه قوي، اباجي احطها تاني
في الطاسة تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هحط رشة بيكنج، رشة كربوناتو. رشة، ما فيش كربوناتو عادي مش مشكلة. انا طول عمري بعملها من غير كربوناتو، بس انا شفتها بيحطوا كربونات، فقلت ايه اجرب يعني. فلقيتها هياها ومن غير كربوناتو برضو بتبقى حلوة. بس بيقولوا الكربوناتو بيخليها هشة وخفيفة ومش عارفة ايه والكلام ده. بس من غير كربونات، لو مش لاقيه كربونات او ما عندكيش كربونات هتبقى كويسه. عايزه تحطي بقى في اللحظه دي فانيليا، حطي فانيليا. عايزه تحطي موارد وبتحبي ريحه الموارد فيها، حطي موارد. عايزه تحطي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ماء زهر، حطي ماء زهر. انا كان عندي ماء زهر، حطيت ماء زهر وبحبه بصراحه في الحلويات دي. شايفين بسم الله ما شاء الله بيتقطم معايا ازاي. خلاص انا كنت جربته وحطيته فلقيته بيتقطم معايا بقى حلو قوي كده. هحط بقى السمسم. السمسم يكون دافي. ان شاء الله تولعي فرن البوتاجاز تسخنيه بعد ما تحمصي السمسم. تسخني الفرن وتحطيه فيه، اطفيه. سخني الفرن الاول وبعد كده اطفيه حطيه فيه عشان التاني محتفظ بدرجة الحرارة بتاعته. اما الكراميل بتاعنا يعمل الكرة الناشفة كده. يعني تعملي كرة وتفرديها بايدك كده وتستني بس عليها ثواني، او حطيها على الرخامة ثواني. هتبصي تلاقيها قطمت معاكي. خلاص تحطي السمسم بقى. السمسم لو حطيتيه ساقع او كنتي حاطاه في التلاجة او جو برد مثلا وهو ساقع، هيخلي الكراميل اللي يقفش معاكي بسرعة وهيكتل وهينشف معاكي بسرعة. مش هتعرفي تفرديه في الصينية اللي احنا دهنينها زيت. زي ما قلت تحضري الصينية بتاعتك تدهنيها الاول زيت، وتحضري كيس والحاجات كلها اللي هتستخدميها تدهنيها زيت علشان خاطر تسرعي في عملية الفرد عشان قبل ما ينشف منك. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والمعلقة السيليكون دي على فكرة اللمامة دي بتبقى حلوة أوي، بتلم برضو الحاجة. بس ما بنعرفش نقلب بيها عشان بتتني اهي شايفة. شالت اهوت كل اللي في الطاسة بسم الله ما شاء الله. والطاسه دي انا مش هغسلها، انا هستعمل كل الوصفات فيها كده زي ما هي. انا مش كل شويه هغسلها بقى. والصينيه برضو اللي معايا بفرد بيها هي دي الصينيه. هتلاقوني بشيل منها الحاجه قبل ما تنشف نشفان كامل علشان خاطر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حجم الصينيه ديت اللي هو الصينيه رقم 2، يعني الكبيره قوي. واللي تحت منها بقى هي دي اللي بتاخد نص كيلو، بيبقى السمك بتاعها حلو قوي. عايزاها اتخن من كده خدي بقى الاصغر من كده، عايزاها ارفع من كده خدي الصينيه الكبيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الكيس اللي معانا ده كان مدهون زيت، الصينيه كانت مدهونه زيت، النشابه اللي معايا دي او الفريره دي كانت مدهونه زيت. هنا بقى بضغط على بالكيس كده. يا سلام بقى لو عندك جوانتي سيليكون حراري وتعملي هتشتغلي بيه على طول بايدك كده على طول بالجوانتي السيليكون، مش هتخافي من حاجه. لكن هنا احنا بنعمل بسرعه، خايفه ان هي تنشف معايا بسرعه، ما اعرفش اقطعها او ما اعرفش اتصرف معاها، فتلاقيني بعمل بسرعه اتلسع شويه بتاع. بس انا ايدي اخدت على كده خلاص يعني. كام سنه في المطبخ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. مره في مره ما تخافيش. ايدك هتاخد اذا كنت تتلعسي عافاكم وعافانا الله يعني. اذا كنت لسه سنه اولى مطبخ ولا حاجه، مره في مره كده هتتعودي ان شاء الله يا حبيبتي ويطلع من ايدك احسن حاجه. هنا برضو ما نسيبهاش تنشف، يا دوبك بس بعد ما نفردها نص دقيقه كده وابداي قطعي علشان خاطر ما تطلعش في القطاعه اللي انت بتقطعي فيها بيها او السكينه. انا بعد ما قطعت بالمقصوصه ديت اهو البتاع بتاعت ام التوزيع دي هي كسر بس بتنفع برضو حلوه بتنفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تقطعيها مربعات، تقطعيها بقى رفيعه كده زي ما انتم شايفين، او عريضه على حسب بقى ما انت تحبي تقطعي. على فكره انا ما بعرفش اقطع بالتساوي، هتلاقي حته رفيعه وحته عريضه مش مشكله، بس اهم حاجه الطعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكيلو بقد كده دلوقتي ب 250 وب 300 جنيه دلوقتي على ايه ما اناش عارفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى بعد ما قطعتها طبعا في تعويجات وعشان كان بيلزق كده في القطاعه، فعادي مش مشكله. وهي لسه دافيه كده احاول اساوي اللي اتعوج او اللي اتخربش او اللي اتنتش، بيتساوى سهل جدا جدا وبايدك برضو عادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، او بالمعلقه او بالسكينه او باي حاجه تكون بوزها عريض كده. هنا اهوت حبايبي طلعتها من الصينيه بقى عشان اجهز السودانيه. هيحصل حاجه في السودانيه دلوقتي هقول لكم عليها ان شاء الله، هتشوفوها وهنعالجها مع بعض ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مع ان كل مره بعمل بقالي سنين قبل ما افتح القناه وانا بعملها بالمقادير دي وبتطلع جميله جدا، بس العيب ايه بقى ما مش عارفه بصراحه يعني.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا كانت لسه طريه شويه اهي، عبال بس ما قطعت الباقي، كان اول قطعه قطعتها كانت نشفت. بسم الله ما شاء الله. هحطها بقى في طبق دلوقتي وهتنشف. ما كانتش برضو نشفت قوي، سبتها برضو دقيقتين وقلت قبل ما ادخل على السودانيه اهي اوريها لكم ناشفه. بسم الله ما شاء الله، مقرمشه جدا، بتفرول كده في البق. يلا نخش بقى على السودانيه اللي هو الحمصيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. برضو هحضر حاجاتي. نسيت اقول لكم ان انا بحط رشه فانيليا كده وانا بدهن الصينيه زيت، علشان اخد ريحه كامله، ما تكونش عشان لا قدر الله لو حد حساس قوي من الروايح ما يحسش بريحه الزيت او طعم الزيت كده. فاحنا نعالجه بايه؟ برشه فانيليا جميله كده بسم الله ما شاء الله، ونحطها مع الزيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبدهن الكيس برضو، هو كيس واحد اللي انا استخدمته، بستخدمه مع كل الوصفات. والطاسة برضو ما غسلتهاش. هحط كوباية سكر برضو اللي هي ربع كيلو سكر، بس مع السودانية ما تحطيش ربع كيلو سكر، شيلي منه معلقتين او 3 معالق سكر عشان اللي هيحصل معانا دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الكوبايات ما بتلحقش تنشف. ومعانا برضو ليمونه صغيره او نص ليمونه كبيره. وعايزه تستخدمي فانيليا استخدمي فانيليا، عايزه تستخدمي مورد او ماء زهر، الحاجه الريحه اللي بتحبيها والطعم اللي بتحبيه استخدميه. ده يرجع لك انت. عايزه تضيفي مستكه ضيفي مستكه معاهم برضو، اطحنيها كده وحطيها معاهم، هتسيح معاهم على طول وهتديكي ريحه وطعم حلو. بس المستكه غاليه قوي 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 يعني، فالحاجه الغاليه مش هستخدمها معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا هنا زي ما عملنا مع السمسميه، السوداني يكون متحمص ويكون دافي قبل ما نحطه على السكر. بدوب السكر مع الميه، مع نص كوبايه الميه. احط السكر وهحط الميه وعلى نار هاديه كده لحد السكر ما يدوب. احط عصره الليمون، وبعد كده هحط رشه الكربوناتو اللي هي اقل من ربع معلقه صغيره. او هختبر برضو، هتطلع لي تبقى مشعره كده. لسه طبعا العرق بتاعنا ما اخدناهوش. وزي ما قلت هنختبره بايه عفوا، هنختبره بايه؟ هنجيب بوله فيها حبه ميه او كوبايه وننقط فيها حته بالمعلقه كده نقطتين. عملوا لي كره ناشفه، تكيت عليها كده، بططها بايدي، حطيتها على رخامه. الرخامه بتبقى ساقعه. ثواني كده هتبصي تلاقيها قطمت معاكي خلاص، شيليها. بس ما تتنهاش لحد ما تعملي الاختبار ده. ما تحطوهوش، ما يكونش الطاسه على النار، ابعدي الطاسه او توطي عليها خالص 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 لحد ما تشوفي الاختبار بتاعك ده. والكره ديت نشفت وبقت تتكسر وتتفرفت لو حطيتيها ببقك ولا لا. ويبقى اللون زي ما احنا شايفين كده، مايل للبني الفاتح او الذهبي الغامق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا شفتوني وانا حطيت رشه الكربونات وبعد ما حطيت الليمون، او بعد ما بقى يعمل زي الشعره في ايدي كده. هنا بقى هضيفت برضو فانيليا، لقيت بس كنت هضيف فانيليا مش هضيف ماء زهر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس لقيت كيس الفانيليا ده مش عامل ريحه جامده كده ولا حاجه. هنا شايفين بقى كانت خلاص الكرة اتكونت معايا. السوداني متحمص، يا تجيبيه متحمص يا اما تحمصيه في البيت وتسخني الفرن، او جنبك على البوتاجاز كده قبل ما تبدأي عمايل دفيه او سخنيه، هو بيغيب عبال ما بيبرد، عبال ما يكرمل معانا السكر زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش هيلحق يبرد، هتحطيه وهو دافي كده علشان ما يمسكش او ما يقفش معاكي او ما يجمدش معاكي بسرعه، مش هتعرفي تقلبيه. هنا حبايبي كميه السكر كانت كتيره، يعني ما ينفعش نحط لنص كيلو سوداني ربع كيلو سكر. لا، خلي الكوبايه ناقصه ربعها، كوبايه الا ربع، مع تلت كوبايه ميه مش نص كوبايه ميه. ده لو عمل معاكي كده. او يعني المفروض كان يبقى معايا سوداني زياده. انا لو كان عندي سوداني ربع كيلو زياده ولا حاجه كنت هضيفه. طب هعمل ايه بقى؟ الكراميل كتير، لو ضفته هيعمل لي طبقه كراميل من تحت جامده قوي، واللي هيمسكها هتلزق معاه جامد. طب هعمل ايه؟ رحت ضايفه حبه حمص من اللي كان معايا هعمله من الوصفة، ورحت ضايفة حبة جوز هند وحبة سمسم. البواقي اللي عندي بقيت احطها. وبرضو الكراميل برضو كتير. مش معنى ذلك ان لا، انا طول عمري بعمل الكوباية ديت اللي هي ربع كيلو ونص كيلو سوداني
وربع كيلو سكر، وكان بيبقى مظبوط جدا. بس السوداني ماله مش عارفه، علشان الحبات بتاعته كبيره ما بي ومش كتيره، يعني كل ما الحبايه كانت صغرت كل ما لمت عسل اكتر ولزقت في بعضها اكتر، غير لما يكون الحبات كبيره. يعني عين الجمل لو عملتيه بنفس المقادير هيبقى برضو نفس الحكايه، هيبقى الكراميل فيه كتير. فاحنا نحط نص كميه السكر ونص كميه الميه على الحاجات اللي بتبقى كبيره ديت، لو كانت معانا كبيره. او يكون معانا بقى زياده، سوداني زيادة او عين جمل او يكون معانا نص الكمية اللي احنا هنعملها زيادة كمان. يعني ما احنا نعمل نص كيلو، لا نجيب ربع كيلو زيادة كمان معانا او نص كيلو، ونحمصه برضو يكون جاهز معانا، عشان لو لقينا الكراميل كتير كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نضيف بزيادة بقى ونعمل براحتنا ان شاء الله. بس هي قطعة واحدة شايلة 3 أطعم أو 4 أطعم، يعني فيها يعني السودانية دي معاها جوز هند ومعاها حمص ومعاها سمسم، بسم الله ما شاء الله، قطعة كاملة متكاملة من كل الأطعمة إن شاء الله. وكانت حلوة وفكرة حلوة برضو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عايزين تبقوا تعملوا كده اعملوا كده. بس أنا عملت برضو خطوة مع الحمص، آه بس صلحتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هقول لكم ايه هي دلوقتي برضو، علشان طبعا انا نقصت من الحمص علشان اعمل السودانيه. نقصت من الحمص عشان اكمل، ضفت منه حوالي 100 جرام كده. كنت بحسب ال3 اكياس دولك نص كيلو، اما جيت اوزنها بعد ما حطيت السكر وكده لقيتهم نص كيلو و50 جرام، لقيتهم نص كيلو، رحت حاطه بقيه السكر. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما عملنا مع السمسميه عملنا مع السودانيه، هنعمل مع الحمصيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دولك بقى الحبه اللي كانوا كلهم كراميل، بقيت احاول اصفي كده الكراميل اللي معايا. والحبه دولك حطيتهم في طبق صغير كده، بس كان كلهم كراميل. تاكلوا طبعا دولك واحنا واقفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا كنت هعمل الحمصيه، فانا قلت بقى هنا هنقش، عشان انا خدت من الحمص ما كنتش عارفه ان كميه الحمص اللي معايا نص كيلو. فانا وانا شايلاه كده قلت لا شكله نص كيلو، شكله مش اقل. فوزنته لقيت 550 جرام، يعني كان اكتر من نص كيلو اللي كان معايا. بسم الله ما شاء الله. رجعت حطيت كوبايه السكر مع تلت كوبايه الميه، يعني نص كوبايه ميه ناقصه حوالي معلقتين او 3 كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونفس الخطوات اللي عملناها مع السودانيه مع الحمصيه هي اللي عملناها مع الحمصيه حبايبي كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كانت جميلة ومقرمشة جدا جدا جدا. دي كانت اخر حاجة بقى عملناها، فسيبناها براحتها نشفت في الصينية كده. بسم الله ما شاء الله. هنشوفها كلها دلوقتي مع التقديم. وحبيبتي لما تعملي الحلويات ديت، يا اما تجيبي سلوفان تغلفيها بيه، او ورق سلوفان تغلفيها بيه، او في علبة وتفرشيها كيس وتغطيها بعد ما ترصي ما بين كل طبقة وطبقة كيس كده، وتغطيها برضو بكيس وتقفلي عليها باحكام كده، ما يكونش فيه تنفيذ فيها، عشان ما تبقاش ما تسحش معاكي وما تلزقش معاكي. زي ما احنا عارفين الجو حر دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. دي بقى اللي هي كانت في الطبق، السودانيه اللي كانت في الطبق اللي كان كلها كراميل، والحتت بقى اللي هي اتكسرت وكسرناها وكده ركنتها على جنب. بسم الله ما شاء الله. سمسميه جميله ازاي، نفس الكميه نص كيلو. خد كوباية سكر وخد أقل من نص كوباية مية. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وشربت الكراميل بتاعها كلها، عشان السمسم معانا بيبقى ناعم فبيشرب، قابل انه يشرب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وادي الحمص وادي السودانيه اهيت جميله جدا بعد ما ضفنا لها الاضافات التانية. شربت بالعسل والكراميل. وصفينا منه الحبه الكام حته اللي كانوا باقيين، 3 4 حتت اللي حطيناهم في طبق صغير طويل كده. بسم الله ما شاء الله. وصفه جميله ممتازه، ومقاديرها ممتازه وطريقتها ممتازه. بسم الله ما شاء الله. قلت لكم وريتكم العيوب اللي حصلت معايا، ما خبيتهاش منكم. بسم الله ما شاء الله، علشان لو حد حصل معاه حاجه زي كده يعرف يعالجها ازاي ويعرف يتصرف ازاي. ما تسيبيش الحاجه تبرد معاكي وتقولي اتصرف او انزل اشتري او لا، ما فيش حاجه من الحاجات دي عندك. صفيه، حاولي تصفيه كده وانت بتحطيه في الصينيه اللي هتفردي فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وان شاء الله هيطلع
بيطلع جميل جدا جدا طالما من ايدك، وقلنا لكم على كل الحلول لو حصل اي عيوب ولا حاجه، وربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا. وكل سنه وانتم طيبين ونحتفل كده بالمولد النبي، حلاوه دي للاطفال علشان نعرفهم ان مولد النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول كريم وجميل. يقوموا الولاد يحبوا ويسألوا عنه، فنقوم احنا نعرفهم ونفكروهم بيه. وعلشان دلوقتي حصة الدين دلوقتي اتلغت من المدارس، فاحنا نحاول نفكر اولادنا كده ونذكر لهم ديننا ورسولنا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. وكل سنة وانتم طيبين، واذكروا وكتروا من الصلاة على النبي كده وذكر الله في الأيام دي، تحل عليكم البركة إن شاء الله. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.